يسعد لي اوقاتكم متابعيني بكل خير. اليوم رح نحضر مع بعض عجينة السمبوسك يلي بنشتريها جاهزة، بس رح نعملها بالبيت بمكونين 2 فقط. يلا نشوف مع بعضنا الفيديو وطريقة التحضير. 3 كاسات من الطحين يكون فاخر. انا اخذت 3 كاسات بكوب المقاس، ممكن اي كاسة متوفرة عندك. معلقة كبيرة زيت مازولا وربع معلقة ملح. بسم الله نبدأ. اول شي رح اضيف الملح ومعلقة الزيت واحرك بواسطة المعلقة. عندي هون كاسة ماء فاتر، رح ابلش انزل على طحين واعجن. طبعا كل طحين على حسب ما يحتاج مي. هيك العجينة صارت جاهزة. اخذت معي كاسة ونص مي، رح ارش شوية طحين وابلش اعجن العجينة منيح كتير. كل ما عجنتها كل ما رح اخد نتيجة افضل، ما لازم ابدا تلزق بايدي. هلا برجع على الطبق نفسه وبغطيها وبتركها ترتاح نص ساعة. هلا ببلش برش شوية طحين وبعمل العجينة على شكل رول وبقطعها بالنص بنفس المقاس. بدي احاول اقطع العجينة كلها 15 حبة نفس المقاس. هلا هيك خلصت تقطيع العجينة، حصلت على 15 قطعة بنفس المقاس. برش كمية طحين وبفرد كل حبة على شكل دائرة بواسطة الشوبك بهذا الشكل. باخدها بريحها وبرجع بكمل الباقي لحتى اخلص الكمية. هلا باخد كل حبة بدهن كمية منيحة من الزيت المازولا وبرش طحين وبجيب حبة تانية بفردها فوقها وبرجع بكرر العملية لحتى احصل على 5 حبات فوق بعض بهالطريقة هاي. طبعا اخر حبة هي الخامسة، رح ادهنها كمية منيحة من الزيت وكمان ارش طحين واخدها واقلبها على الطرف الثاني وافردها وارش طحين واخليها على جنب. باخد العجينة وبفردها على قد الصاج يلي بدي انشف عليها العجينة، او ممكن اي شي متوفر عندك تيفال. هلا هيك الصاج صار حامي، بحط العجينة والنار لازم تكون اقل من وسط. انا ما بدي العجينة تاخد لون، مجرد بس تنشيف. هلا هيك اول طرف نشف معي تمام. بقلب العجينة، شايفين ما اخدت لون. بكرر العملية تقريبا كل طرف بياخد معي دقيقة على الضبط. هيك خلصت من كمية تنشيف العجينة. شايفين ما شاء الله العجينة بتاخد العقل. هلا العجينة وهي سخنة بحاول افك كل حبة عن بعض بهذا الشكل. هلا بعد ما خلصت بقص العجينة بواسطة سكينة على شكل مثلثات. هذا الشكل النهائي للعجينة. فيكي تحتفظي فيها وتقيميها بالفريزر لشهر رمضان المبارك. بتطالعيها قبل بوقت وبعدين بتحشيها وبتقليها مباشر. رح احشي معكم كم حبة. عندي معلقة طحين. بالنسبة للحشوة
رح أضيف حبة البركة على جبنة الموزاريلا وشوية بقدونس، وأضيف شوية مي على الطحين مشان ألزق فيها عجينة السمبوسك. باخد قطعة من العجينة وبحطها بهذا الشكل، باخد أول طرف وتاني طرف حتى تصير معي على شكل اسطواني، وباخد من خليط التلزيق وبسكر الأطراف منيح. هلا أي نوع حشوة فيكي تحشي عجينة السمبوسك، وبرجع باخد من خليط التلزيق وبلزق أطراف العجينة وبسكر عليها لحتى أحصل على الحبة شكل مثلث. بالنسبة لهدول الحبات طلعوا معي شوي رقاق، فأنا ما رح أرميهم، رح أستفاد منهم. رح ألفهم على شكل رول وألزقهم بخليط الطحين بهذا الشكل. بعد ما حشيت حبات السمبوسك فيكي تفرزيهم وتقيميهم لشهر رمضان المبارك، وبعدين تطالعيهم وتقليهم. هلا هون أنا حطيت كم حبة بالفريزة لوقت ما جمدوا معي، رح أفرزهم لشهر رمضان المبارك. فيكي تعملي العجينة كلها وتعملي نفس الطريقة وتفرزيهم لشهر الخير، بتكسبي وقت وبتكسبي مجهود. فيك تحطيهم بحافظة أو كيس يلي بيريحك بهذا الشكل. بمرحلة القلي الزيت لازم يكون حامي. بنزل حبات السمبوسك وبقلب على الجهتين لأخد لون ذهبي.